بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل مع بعض الفطاير المقلية، حاجة كده شبه الدونتس على بلح الشام على فطاير طعمها كده غريب وجديد وحلو قوي. تقدري تقدميها سادة، تحشيها شوكولاتة زي ما أنا مغرقاها شوكولاتة كده، طعمها حلو قوي. وطبعا العجينة حلوة قوي والشوكولاتة دايبة فيها بجد، مع كوباية شاي تنفع للفطار العشاء السناكس، حلوة قوي قوي قوي. هنعملها بطريقة بسيطة قوي، واحدة واحدة. يلا نعملها سوا. بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب بولة واحط فيها كوبايتين دقيق ونص كوباية سكر بودر وثلاث معالق لبن بودر ومعلقة بيكنج بودر وبيضة وكيس فانيليا ومعلقتين زبدة، وتكون بحرارة الغرفة الزبدة سايحة كده. دي المكونات اللي انا عايزاها كلها. اجيب بقى نص كوباية مية ومعلقة سكر ومعلقة خميرة فورية كبيرة او معلقتين صغيرين، واقلب كويس قوي واختبر الخميرة على جنب. احط بقى في العجان بتاعي، وتقدري تعجني بايدك مفيش اي مشكله، لانها ما بتاخدش يعني في العجان 4 دقايق عجن، فانتي تقدري تعجنيها على ايدك. انزل بقى بالخميره بتاعتي بعد ما تكون خلاص اختبرتها وعليت. هي دي الميه اللي انا عايزاها ليها، لاني عايزه العجينه بتلزق. بصوا، بس انا عايزه العجينه بتلزق، مش محتاجاها اكتر من كده. خدها بقى على المفرش بتاع العجن بتاعي، افردها وابدا اقطعها نصين عشان اعرف اشتغل فيها. اركن نص وافرد نص. طبعا التشكيل حسب ذوقك، تقدري تعمليها على يعني على شكل وردة، على شكل دايرة، على شكل مربع، مفيش مشكلة خالص. بس المهم خالص تخلي بالك العجينة طرية قوي. انا عملت الشكل ده، والشكل التاني هعمله على شكل دواير عادي جدا، يعني شبه الدونتس كده. طبعا هي طعمها زي ما قلتلك في اول الفيديو، زي يعني بلح الشام على دوناتس على فطاير، طعمها غريب بس طعمها حلو قوي بجد، مع كوبايه شاي حلوه جدا. تقدري تقدميها ساده من غير اي حاجه. خلاص كده انا خلصت كل الكميه اللي عندي، هسيبها مثلا 10 دقايق عشان هي بتنفخ طبعا عشان فيها خميره. وابدا بقى احطها في زيت ما يكونش سخن قوي عشان ما تحرقش مني. اول ما تاخد لون اقلبها كده، تمام. وبعدين ارجع اقلبها تاني لحد ما احمرها تاخد اللون اللي انتوا شايفينه ده. بصي الفطاير تطلع حلوة قوي. خلاص كده اطلعها طبعا الاول على مناديل عشان اصفيها من الزيت وابدا اقدمها. بصوا جمالها. تقدري تقدميها بصي من جوه هشه ازاي. تقدري تقدميها ساده طبعا مع كوبايه شاي، او تحطي بقى عليها شوكليت ابيض، شوكولاته عاديه، تحشيها من جوه زي ما انا حشيتها كده. بجد طعمها حلو قوي. وجربي بقى الوصفة دي بنفس الطريقة، هتعجبك وسهلة وبسيطة ومكوناتها بسيطة. لو نفسك في حاجة حلوة قومي اعمليها مع كوباية شاي، والشتا داخلة واحنا بقى بنحب المخبوزات في الشتا. دي حاجة بسيطة وسهلة وهتعجب الولاد جدا جدا جدا. وزي ما انتم شايفين قدمتها سادة وقدمتها محشية، واللي يجرب وصفتي بألف هنا وشفا ليه.